والله عز وجل ميزنا على الحيوانات غير بالعقل. داكشي علاش اجي نفكروا بعقلنا. الله يرحم باكم في الموضوع اللي منتشر بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي ديال القصر اللي راه في بوسكوره، بعيد على هادشي اللي كينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي. انا عارف انا وياكم سمعنا بزاف ديال الاشياء وشفنا بزاف ديال الفيديوهات، الخلاصه وحده ديالهم واه 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 ما كاينش ولا بائس واحد يخرج يقول لك اخي اسراف الدليل الحقيقي وراء التهديم ديال هذا المشروع هذا هو ولا شي جهه مؤسسه معينه مسؤول على الترياب تقول لك ها السبب الرئيسي. الا كان مخالف للقانون ها علاش، الا كان غير مخالف ومساله ديال انها تصفيه حسابات ها علاش. خلاونا مقسومين على جزء كبير كيقول لك شوف اخي اشرف، هذه راه معلمه وهندسه ممكن انها تقدر تكون تاريخيه مستقبلا، وانها فيها معايير زوينه واننا نفتخروا بها تكون في ديك المنطقه اللي هي شبه قرويه. جزء اخر كيقول لك لا اخي اشرف، الا كان الموضوع مخالف للقانون وانه فعلا خصو يتهدم ما بقاوش نطبعوا مع الفساد والمخالفات القانونيه. مزيان حتى لهنا مزيان، ولكن بالله عليك هاد قصر الضيافه اللي كان ممكن انه يشغل عباد الله اولا، ممكن يجيب لك استثمارات اخرى حيث الناس المحبين ولا دوك الهواة ديال الخيول العربيه الاصيله كنعرفوا الطبقه ديالهم كيكونوا ميسورين بهاد اللغه هذه. ولكن انا نقول لكم قصر الضيافه في بوسكوره كان غيسبب لي في عدد الوفيات الناس اللي غيمشيو ليه زيرو، مع العلم ان واحد المشروع اخر غنجيبوا لكم غير البارح كان غيسبب لي 100% في الوفيات. الا سكنوا 100 واحد في ذاك المشروع السكني المرخص في مدينه طنجه بالترخيصات ديالو اللي مرخصو السي اللي موري واللي نورمالمون خصو يكون المراقبه الحقيقيه هي هذه. هادو صور ديال واحد المشروع سكني البارح شويه ديال الشتا كان غيمشي كامل بسبب انه كانوا كيحفروا في واحد البلاصه اللي معروفه انها فيها انجراف ديال التربه، ما كاينش شي معايير ما كاينش. والغريب في الامر واللي غيضرك في خاطرك ان صاحب المشروع برلماني، وماشي غير برلماني يعني برلماني من درجه رقم واحد، لانه وقيلا بينو وبين الافتتاح ديال اول مره في البرلمان من اقدم البرلمانيين اللي كاينين في مدينه طنجه. كان غيقتل لي عباد الله. خليتي مشروع سكني شو كيداير شو كيمبني غيسكن لي عباد الله ومساكن ربي اللي علم بهم دوك غيهزوا كريديات وغيهزوا غيريب ليهم وغيجر معاهم دابا الطريقه ديال شكون اللي غيصلحها ليا. مع العلم حتى واحد ما هضر على هذا الموضوع. القصر ديال بوسكوره موضوع بروباغندا وشريك فلان وشريك اشرف. القضاء راه عنده كلمته، مابقاوش بقى نديروا فيها حنا كاملين قضاة وكذا. انا عندي مساله وحده، فاش زعزعك الا كانت مخالفه ديال البناء، مخالف في البناء ولا في المعايير ديال البناء، علاش دوزتوا القانون مؤخرا وخليتوه يمشي للمحكمه يخلص 20,000 درهم؟ انا لا ادافع على صاحب القصر لانه مادام واصل 16 مليار الا والحمد لله ميسور الحال. حنا اللي كنضيعوا في معالم بحال هذوك اللي كيتبناو لينا واللي قلال. الا كنا غادي نديروا نزع الملكيه والا كنا كنقيو من الاحياء الصفيح، كنقيو من العشوائي اللي كيبنيو المسؤولين ديال السياسه، واللي معظم البرلمانيين اللي كيتقاتلوا لك في اللجان كتلقاهم البؤساء كاملين مجموعين في اللجان، كل واحد متخصص في اللجنه. راه اللي جالس في اللجنه ديال التعمير كتلقاه بروموتور، اللي جالس لك في اللجنه ديال الاقتصاد ديال التجاره الخارجيه كتلقاه مسؤول في التجاره، مسؤول على الاستيراد والتصدير. اللي كتلقاه مثلا في القطاعيات كتلقاه يا اما فلاح يا اما كيستثمر في المجال ديال الاكباش والابقار. يعني دابا هذا القصر هذا اللي كتشوفوا فيه هنايا بالله عليك قدام هذا المشروع هذا شكون اللي كان يقدر يخسر لنا الارواح؟ شكون اللي كان يقدر القتل؟ والا كنتو كتريبوا في المعايير المخالفه للبناء نطلب منك تريب وقيله الملعب ديال البارد اللي فضحتنا فضيحه. وما تقولش لي الشتا مي كتصب كيطراو والعالم كامل والانجليز والكراطه كدار في العالم كامل. هي كدار في الغازون اللي ما كيابسورفيش يعني بزاف ديال الماء في واحد الوقيته. ممكن الكراطه نقدر ندوزها لك في التيران في الغازون ممكن، اما باش واحد مخلص ليه وعاد اللي بين وغريب. والاغرب ان المغاربه ما كاينش اللي ما كاينش. كتلقى بي ب 20,000 درهم تباعوا كاملين في يومين، بي ديال 3,000 درهم 20,000 درهم تباعوا في 3 ايام. انت مخلص بي ب 2000 درهم دايرين لك واحد بعدا الناس ديال لي لونج طنجه كلهم تشكاو من واحد التريتور حاطين لهم الحلوه ديال 30 درهم، مخلص 20,000 درهم باش يدخل يتفرج ومجلسينو الفوق وصاب عليك الشتا ب 2000 درهم، مخلص التيكي ديال 2000 درهم وفضحتنا فضيحه امام العالم. وعاد كنتقاتلوا باش ننظموا كاس العالم اللي منظمينه واحد 5 ديال الدول. احنا كنفتخروا ببلادنا وعندنا غير اكثر منكم كاملين. يعني ما كاينلاش عشان نعرف واحد البؤساء يخرجوا بداو يجاوبوا، كاين بؤساء اخرين كيعتبروا اشرف صاحبهم ما غيهضروش كاع غياخذوا الحياد. بالله عليك هاد مول القصر هذا اللي لقيت صورته غنحطها لك هنا مع هاد السي اللي موري هذا اللي كاين هنايا ديال العمده ديال مدينه طنجه. دابا شكون اللي خصو يتحاسب؟ هذا نشدوه نديوه الحبس ولا نديو السي اللي موري اللي مرخص ليا مشروع سكني كان يقتل لي عباد الله؟ لا هو لا داك البرلماني الاخر صاحب المشروع. ولا نمشيو نريبوا التيرانات اللي مخالفه للقانون. الا كان القصر مخالف للقانون حتى التيرانات خسرنا عليهم فلوس. بعدا القصر راه ساري فلوسه 16 مليار ومع 17 مليار راه دابا عام فلوسه. واللي عندي المعلومه دابا كتوصلني قالك مازال غيزيدوا يريبوا ليه، مع العلم ان مشروع سكني
قبالته عاطينو الطريق ديال 40 رد 20، كيقول انا بعدا واحد في بوسكوره، بعدا واحد بروموتور في بوسكوره كيقول انا وبعدي الطوفان في بوسكوره. وإلا كان داك السيد دار الخيل وقلت له لا راه خصو يدير الخيل ما خصوش يدير هاد التخربيق هذا، راه عندك واحد السيد مول بيبانكم راه وقيلا دخلتي لدارو اللي هي من المفروض تكون استابل ديال الخيل وعطيتوه الارض بزيرو درهم، عطيتوه فرا الارض بالثمن بخس، راه كتدخل كيبان لك انت في الصالون ديالو راه الحوت كيتمشى فوق منك. وخصو انه يدير واحد الكلوب ديال الخيل، دار لكم كليب ديال الخيل ودار دارو كبيره كيعيش لك فيها. انا كنتمنى من السيد العامل ان تكون الجرأه ديالو، انا عجبتني انك تمشي وتريب وتريب صحيح زعما كتدخل ديريكت للسواري وطيح داكشي. ما كاينش مساله انه يتدخل شي واحد عاقل ويقول لي الناس خصو يدار، ولا داك القانون اللي دوزتو ضربتوه في عرض الحائط ديال المخالفات يدخل المحكمه، ما عنديش مشكل. ولكن نتمنى انه فعلا انا من مستقبلا نقلب لك على الخروقات اللي كاينه في بوسكوره ونتعاونوا كاملين حنا كصحفيين وكمجتمع مدني بعيدا على وع اللي كاينه ديال البوس. لانني فعلا ضراتني في خاطري ملي شفت هاد المشاهد، هاد الفيديوهات هادو، انا ندوز لك فيديو بفيديو ونرجع نكمل لك الموضوع. بق نحنو نغرق رق في اللوك لوك 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 كت وبق نحنو نغرق رق. حجزنا الملعب سلال هادو راه فلوس المغاربه اللي تبناو بهم التيرانات هادو. واحد السيد وزير الصحه تبارك الله كيدوز في واحد لي مارشي، جا سي بوانو كيقول لكم الحقيقه ديال ان الفلوس ديال الادويه وداك الشيء راه كيدوز الوزير من وزير لوزير. عندكم الزهر القصر ديال بوسكوره وداك الشيء غطى عليكم، ولكن المغاربه راه صحتكم كتباع وكتشرى من طرف جوج ديال الاشخاص ولا ثلاثه ديال الاشخاص ولا اربعه اللي متحكمين في هذه المنظومه هذه ديال الوزاره ديال الحكومه هذه. كيف يعقل ان برلماني وسط البرلمان، وهذا الفيديو غادي تشوفوا دابا راه غيخلعك. دابا رجع للصحه، ولكن وحده غنقولها دابا، ها ما بقاتش حكومه، ما بقاتش وزاره الصحه، وزاره الصفقات. تكلمنا على هذاك الشيء ديال الرقمنه، وتكلمنا على الصفقات 91 اللي 5.5، حنا سحبنا عاد 3.5 من الصفقات التفاوضيه خارج القانون. دابا الساده الوزراء نقول لكم وحده عاد دارتها وزاره الصحه جديده، عندنا ما يسمى بلا ايمان لوتوريزاسيون دو ميس سير لو مارشي. ومني ما كيكونش عندنا الدواء كنديروا واحد الاجراء اللي سميتو اتي، هو لوتوريزاسيون تومبورير ديتيليزاسيون. حنا واحد الدواء الكاسيل ديال هاد الكاسيل اللي كنستعملوه، كانت واحد الشركه كتنتجو دارت استثمار بغات تزيد في الثمن، شغال هذاك ما بقاش عندنا. عرفتي شنو درنا؟ اش دار وزير؟ دوز الصفقه لوزير اخر واللي عندنا هنا وعنده شركه في يعني في المواد الصيدليه، واستوردناه هذاك الدواء. وفضيحه اخرى استوردناه من الصين، ومني ديناه للمؤسسات والمستشفيات ما قدوش يقراو هذاك الشيء، قالوا هذه في الشينوا، حسبوه ورجعوه وكيحسبوا بالثمن اللي بغا. وفي هذه الايام وهذه الاسابيع باغي يعطيوه لوتوريزاسيون دو ميس سير لو مارشي. كي اكثر من هذه الفضيحه حنا كنقولوها لكم، بحثوا فيها. هذه اخر شيء بلا ما دام الصحه. نزيدكم وحده اخرى، الصفقات الادويه اللي كنشريو ولات وحده من هاد المصحات اللي قالوا واش تعطيها الدعم ولا ما تعطاهاش، كتشري واحد الدواء ديال السرطان، نقول الاسم ديالو ممكن نقول، كيتشرى كتحسب السنسس ب 4000 درهم، كتشريه هي هذه المصحه كتشري ب 600 حتى 800 درهم، وما ولات ماشي كتفكتيري عندها، كتبيعوا المصحات اخرى باش يحسبوه ب 4000 باش يحسبوه ب 4000 درهم. كيكثر من هذا المنكر 40 مليون ديال الدرهم اللي خدت في اسابيع. واش كتعرف الحقيقه اللي تقالت؟ قسما بالله في دول متقدمه ما كيلقاوش هاد الحقيقه بحال هكا. ملي كيلقاو البلاد خاصها توقف، البلاد توقف، البلاد توقف، لان وسط قبه تشريعيه، وسط مؤسسه برلمانيه من الاهرام، من الاهرامات ديال الدوله، لانه من تما كيخرج القانون، من تما كيخرج التشريع. واحد كيقول لك ان برلماني وزير كيدوز مارشي لوزير الاخر، خرجات الوزاره كتكذبوا، خرجوا الصحفيين ديال داك الوزير كيكذبوا، خرجوا كل شيء، ولكن ما قدرتوش تكذبوا انه فعلا هذاك المارشي ما مشاش لذاك الوزير ولا الشركه ديال ذاك الوزير اللي كان مكلف بالتزكيات قبل اللي عاد جا. بالله عليكم في غاديين بالبلاد، حبنا لبلادنا راه ما غتاثروش عليه. راه ممكن انك تلقى واحد جوج ثلاثه منيرفيين كيقولوا على بلاد كتجلس معاه كتقول ليه بلاد، تجلس معاه واحد من دوله اخرى يقول لهم المغرب فاسده، يضرب موتي يطوش دمو، استغفر الله العظيم، سمحوا لي هاد المصطلحات كاع ما كانش كاع بغيت نوصل لها، ولكن راه ما يمكنش
راه ما يمكنش المستوى اللي بغيتو توصلوا لنا ليه. عندك بحال داك الانسان اللي كيبدا يستفزك وانت صابر باش تخرج واحد الكلمه من عندك خايبه ويقول لهم ها الحقيقه ديالو، ها الوجه الحقيقي ديالو، ها كيفاش داير هو. وانت راه ما دايرش هكاك، انت راه غير الاستفزازات ديالو هو اللي خلاك انك دير هكاك. راه داكشي اللي كديروا ليه. والانتخابات باينه، قدر الله ما شاء فعل. لو عسى انهم على الاقل يوقفوا داك العبث اللي كيديروا في بوسكوره ويشوفوا اشياء اللي فعلا مخالفه للقانون، ونطوندوا على الاقل السيدي يدير شي حاجه. اما الا كان مخالف انا راه ما يمكنش نوقف امام مخالف ولا ندافع امام مخالف، ولكن مساله انها مخالفه ديال معيار ديال 1 متر ولا 2 في العلو وتجي تقول لي تريب، وانت هي كتشوف ان ريزيدونس كتعطيه جامع وكيصوت فيه، وكتعطيه جرده كيصوت فيها، كتعطيه الطريق ديال 40 وكيصوت فيها، وتجي هذا تريب على اللي غتخرج ليا. انا راه عندي فيديوهات ديال مستثمرين قطريين وغيرهم من الاشياء كيهضروا على القصر ديال بوسكوره، كيقول لك ما نعاودش ندخل لديك البلاد ولا نستثمر فيها. قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. خليني تنرجع ان شاء الله للرباط ونهضروا في هذا الموضوع باكثر ونستافدوا فيه اكثر، وخليكم بعيدين على داك البؤس اللي كيدور في مواقع التواصل الاجتماعي ديال وا راه ما كتعطيونا حتى شي معلومه. قلبوا على المعلومه الصحيحه، على الاقل ما تلوتوش لينا ودوننا وعينينا.